عاجل جدا رضا عبد العال يمرمط ويهين الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الأهلي والزمالك واللي انتهت بفوز الزمالك 2-1. وقال إن في أخطاء ظاهرة وباينة وواضحة على الزمالك بطريقة غريبة وعجيبة والحكم لم يحتسبها. كمان قال على إبراهيم نور الدين ده حكم ملاكي ما بيعرفش يحكم وما بيعرفش يدير أي مباراة، ومستغرب جدا من لجنة التحكيم ازاي تجيب حكم زي ده يحكم مباراة الأهلي والزمالك. النهاردة يا سادة الأهلي بيخسر 2-1، واعتبنا كله على مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللي النهاردة كان نازل بخطة غريبة وعجيبة. خطة بصراحة خلت الجميع يستغرب ويقول هو مارسيل كولر بيعمل ليه كده؟ ازاي بيلعب موديست وبيلعب طاهر محمد طاهر؟ ازاي بيلعبوا مع بعض في وقت واحد؟ ازاي محمود كهربا قاعد لعند الدقيقة 91 بره؟ محمود كهربا اصلا اللي بيعمل مباريات عالمية قدام الزمالك واللي بيقدر يسجل في الزمالك واللي الزمالكاويه بيخافوا منه، ازاي مقعده بره؟ ازاي واحد زي احمد عبد القادر وعنده حلول فردية كتير جدا جدا ازاي ما نزلش غير اخر 10 دقايق؟ ما احنا عايزين نفهم برضه، عايزين نعرف. فكولر بدأ يخبط في التشكيل، حاجات غريبة وعجيبة بتحصل، ولكن في النهاية ألف مبروك للزمالك. الزمالك كان يستحق، الزمالك الأداء كان أفضل، اللعب كان أفضل، مهيئ أكتر، اللعيبة كانت عندها رغبة أكتر، فألف مبروك للزمالك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.